السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. ان شاء الله هنعمل النهارده القرنبيط بطريقه بخلطه ان شاء الله سحريه، وان شاء الله اتمنى ان هي تعجبكم. معانا حله على النار فيها ميه بتفور ومعها ليمونه وشويه ملح، وهننزل بالقرنبيط والميه بتفور كده عشان نسلقه. اهو يا حبايب قلبي نزلنا بالقرنبيط والميه بتفور اهو. اهو يا حبايب قلبي نزلنا القرنبيط اهو في قلب الميه وهي بتفور اهي عشان ينسلق. اهو يا حبايب قلبي عمال بال ما القرنبيط ينسلق هنعمل مع بعض خلطة القرنبيط. معانا 4 بيضات، كل واحد حسب الكمية اللي هو هيعملها. ادي بيضتين، ادي 3، ادي 4. معانا 4 بيضات اهما، وهننزل عليهم حزمة بقدونس وحزمة كزبرة وحزمة شبت. معانا البهار بتاعنا، معلقة كركم، معلقة كزبرة، معلقة بهار مشكل، معلقة بابريكا، معلقة توم مهروس، معلقة ملح. هنزل البهارات كلها مع بعضيها. هننزل نص كيس نشا عشان يخليها ناشفة، وهنحط معلقة كبيرة مليانة، معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. ننزل بحوالي مجين من اللبن عشان يخلي قلبها طري كويس. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضيها. حبايب قلبي تقليبه حلوه على بال ما القرنبيط بتاعنا يستوي نكون جهزنا الخلطه بتاعته. هنحط كوبايه دقيق، وادي الكوبايه التانية، وادي نص كوبايه، يبقى حطينا 2.5 كوباية دقيق. كل واحد حسب اللي هيعمل الخلطه بتاعته حسب القرنبيط اللي عنده الموجود. القرنبيط اهو بيستوي اهو، بنسلق اهو. احنا عايزينه مش يكون مستوي جوه عشان مش يكون مهري، وفي نفس الوقت مش يكون ناي برضه، يكون في المعجون كده. هو كده تمام كويس كده. هنطلعه. ده القرنبيط اهو بعد ما انسلق اهو، هنحطه على صينيه. طلعه. اهو يا حبايب قلب الكفر اللي هنعمل بيه القرنبيط من بره عشان يبقى طري وحلو من جوه ومجرجش وناشف من بره. هنا هو مع كوبايه دقيق مع نص معلقه ملح مع معلقتين كبار نشا مع شويه بيكنج باودر، مش هنكتر عشان مش يشرب منها زيت. اهو احنا حاطين اصلا في الخلطه. وهنقلب دي كل المكونات دي كلها مع بعضيها. هنديها على جنب. هنجيب الخلطه بتاعتنا دي، قوام الخلطه بتاعتنا هي. بعد ما عملت هنجيب القرنبيط هننزله في الخلطه.
وحاطين طاسه على النار فيها الزيت بنجدح. وده القرنبيط بتاعنا هو نزلناه في الخلطه. هنشيل القرنبيط من الخلطه على الكفر ده على طول. نحط نازله في قلب الكفر ده، في قلب الدجاج ده. هننزل بيه على الزيت على طول. هنصبر شويه اما الزيت ينجدح كمان شويه. هنعفرها هي بالدقيقة اهي. الزيت بتاعنا انجدح اهو. الكفر دي بقى هيخلي القرنبيطة بتجرجش من بره ويخليها ناشفة من بره ويخليها، والعجينة دي هتخليها ان شاء الله اللبن هيخليها طرية من جوه. اتمنى تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. يا حبايبي ينزل يلا بقى نخلي اللون الذهبي الحلو ده. هنجلب فيه كده، هنجلب كتير. والله ريحته فظيعة، ريحة الثوم مع البهارات مع الخلطة بتاعته من غير ريحة جميلة جدا. وحتى الزيت بتاعه مسقوط حلو ازاي. اهو هنقلبه عشان يتحمر في الناحية. اتمنى تجربوا ان شاء الله الخلطة دي، ان شاء الله اتمنى ان هي تعجبكم. يا حبايب قلبي بعد ما اتحمر اهو هنطلعه على طبق عليه مناديل عشان يتشرب الزيت. اهو شكله كويس اهو جميل خالص اهو. اهو يا حبايبي قلبي بعد ما طلع اهو. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا القرمشه اهي ناشف خالص من جوه اهو، والطري ان شاء الله حلو زي العسل اهو من جوه. طري ناشف من بره اهو وطري من جوه اهو زي العسل اهو. اهو مستوي كلها زي العسل اهو. بيجرمش من بره وطبقه كريسبي، وخد طبقه كريسبي ناشفه خالص من بره وطري ومستوى اهو من جوه. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع اسرار المطبخ معنا.